ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي جرى ده؟ ولا عاد خشة ولا عاد كسوف ولا عاد احترام؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل للمجتمع؟ ايه اللي حصل للفنانين؟ بدرية طلبة طالعة في اللايف عمالة تشتم بألفاظ سيئة جدا جدا، ألفاظ ولاد الشوارع ما تطلعهاش من حنكها، ألفاظ خارجة، ألفاظ ما فيش واحدة محترمة إن هي تقولها. ولا انتوا بتداروا ورا الفن ولا في ايه؟ ولا انتوا البيئة بتاعتكم اصلا كده؟ اصل انتوا مشخصاتية، ممكن نشوف منكم حاجات كتير قوي ما كناش شايفينها قبل كده. وانت كمان طالعة بتطبلي وتغني لوفاء عامر، هو انت بتورطها معاها؟ انت طالعة تدافع عنها يعني بتدافع عنها جامد جدا جدا. انت معاها متورطة معاها وخايفة ان انت تتكشفي، طالعة تغطى على جريمتك ولا ايه؟ بشتمتك وهزأتك للمجتمع اللي شهرك، المجتمع اللي رفعك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى كل ده؟ وفاء طلبة طالعة تقول يا جماعة انتوا مالكم مال ابو وفاء عام؟ ده بقى يعني ايه تاجر فراخ؟ احنا ما بنقولش على تاجر فراخ، كل الشغل حلال ان شاء الله، حتى لو شيال لو بياكلها بلقمة حلال وبعرق جبينه عمرها ما بتعاير حد. اهم حاجة اللي ورا الشغل ايه هو. لما هي ام وفاء عامر ما طلعت على التيك توك وبقت متسولة زيهم وبقت تقول كلام زيهم عشان يجيلها فلوس؟ لما كانت فاتحة كوافير قبل كده، هل هو ده عيب؟ طول ما القرش حلال ما بيعيبش صاحبه، ما يعيبش صاحبه الا اخلاقه، مبادئه، تصرفاته. زي ما انتوا كده بتداروا ورا الفن ووراكوا بلاوي كتيرة جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا وكل اللي بيشاهدني كل اللي بيشاهدني وبيتابعني من كل انحاء العالم. اهلا وسهلا بكل حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بدرية طلبة طالعة لايف وطلعت كده بصورة مش كويسة. طلعت آه، بألفاظ بيئة مش كويسة، كلام يعني بتوع الشوارع اللي هم متربيين في الشوارع عمرهم أصلا ما يطلعوا الكلام ده على لسانتهم. طبعا لو انتوا عارفين بدرية طلبة، آه هي ما كانتش مشهورة اصلا خالص. بدرية طلبة كانت ورا الستارة، ما كانش لها اي فن اصلا، كل فنها بسيط جدا جدا. لا تطلع كومبارس، لا تطلع ادوار صغيرة جدا، عمرها ما طلعت بطولة او طلعت نجمة زي النجوم اللي بيطلعوا. لو انتوا فاكرين ان بدرية طلبة برضو كان في مشاكل كتيرة قوي قوي مع اخواتها، سبب الورث، سبب شقة، وكانت رافعة عليهم قضية اللي هي ما تدولهمش حقهم. وطلعت في برنامج تاني قالت بعد ما ربنا كرمني وربنا اداني سبت لهم الشقة عشان نفضل نبقى اخوات. لا، مش عشان نبقى اخوات يا بدرية، انت خفتي الشقة اصلا تتاخد منك ايه غصب عنك، حبيتي تديها لهم برضاكي. وطبعا انت طالعة دلوقتي تطبلي وتغني لوفاء عامر، هو انت معاها؟ هي جابتك في الرجلين؟ اه، هي جابتك في الرجلين ليه بقى؟ بتدافعي جامد قوي كده على وفاء عامر ليه؟ وفاء عامر اتعرفت بفيديوهاتها بحكايتها بقصتها كلها تجرة أعضاء، هي وليلى الشبح وأم مكة وأم ساجدة وسلمى الرحال، وشوفي مين ومين ومين كمان. وأكيد أكيد أنت معاهم، اكيد انت جيتي بقى في الرجلين عشان كده طالعه الدفع جامد جامد جامد. يا جماعه، انتوا بتقولوا لها اللي اللي ابوكي تاجر فراخ، طبعا الشغل عمره ما كان عيب. تاجر فراخ، تاجر مواشي، تاجر جزم، شيال، عتال، كل ما تدب بلقمتك حلال ده حاجة تشرفك، ما فيش حاجة تكسفنا. طب ما هي امها كانت بتاعت كوافير، هل حاجة تعرها؟ كان على قد حالهم ما كانوش لاقيين ياكلوا. وهي طلعت قالت احترفت وفاء عامر احنا ما كناش لاقيين ناكل، وامي كانت فاتحه كوافير وقبل كده كان دكان فراخ، وده ما يعيبهاش. ماشي يا بدريه؟ طبعا امها طلعت على التيك توك عشان تبقى متسولة زي اللي بيطلعوا بالظبط، عشان تلم فلوس
وتعمل زي بنتها تاجرة غسيل أموال، بقى عندها فيلا دلوقتي. كل ده، كل إنسان ما بيشتغل بعرق جبينه وقرشه حلال عمره ما يتأذى، ما يتأذاش إلا لو مد إيده للحرام. وانت طالعة تطبله وتغني عشان تتشهري، عشان انت اصلا ما انتش مكشوفة، انت متدارية ورا الستارة. ما حاجة من الاتنين، لا انت عاوزة تتشهري وتطلعي ترند على صوت وفاء عامر، او انت بقى ايه، متورطة معاها وجاية في الرجلين معاهم، وهتتاخدي معاهم اكيد اكيد يعني. ما ما تستعجليش، هتتاخدي معاهم. عيب، عيب الالفاظ اللي انت طالعه تطلعي تقوليها كده على اللايف، وانت بتطلعي تيك توك عشان انت متسولة اصلا، بتطلعي تشحتي برضو على تيك توك. واكيد اكيد اكيد يعني انت متورطة معاها اكيد. ما تطلعيش طبلي وتغني وتقول انتوا مالكم مال وفاء عامر، ده وفاء عامر مش عارف ايه، ده النقابه واقفه جنبها. ما هي طبعا لازم النقابه تقف جنبها، ولازم الممثلين اللي شكلكم لازم يطلعوا زيها. ما هو انتم مشخصتين. تقول ايه؟ انتم بتستمنوا اللي احنا نمشي في الشارع تتصوروا معانا؟ لا، احنا بنقرف نتصوروا معاكم، ما يشرفناش اللي احنا نتصور معاكي. مش انت ولا غيرك مش شخصيتين اللي احنا نتصور معاك. احنا نتصور مع ناس محترمة، ناس شقيانة، ناس شقت رب كملت ثروتها دي بحرق جبينها، ناس واصلة فوق، مش ناس بادئة من تحت متسولة، مش السخاططية على اسم فنانين. لا، انتوا مش فنانين ولا اي حاجة، ولا تعرفوا اي حاجة في الحاجات ديت. انتوا طلعتوا من تحت بير السلم وهترجعوا لبير السلم. ليه بقى؟ الالفاظ اللي انتوا بتطلعوها من بقكم ده بيدل على اصلكم. اصلكم كده، اصلكم ايه؟ من بره. ناس ما كانتش لاقيه تاكل، واما ربنا كرمها حبت ايه تطلع السلم مره واحده. انت طبعا طلعت السلم على رجل ياسمين عبد العزيز. اما انت برضه طلعت عشان انتوا مالكم ياسمين عبد العزيز، اما كان في مشاكل بينها وبين احمد العوضي. اه، ولا انت عاوزه تطلعي ترند؟ اكيد انت باين عليكي مستخبيه عاوزه تطلعي ترند. لا تطلعي ترند، لا انت متورطه مع وفاء عامر، واكيد اكيد متورطه، واكيد اكيد هتيجي. وده في الدين يا جماعه. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. وايه رايكم في كلام بدريه طلبه؟ السلام عليكم.